وانا ما كنتش جريء بالقدر الكافي ان انا اقدر اخد ولاد. لا احنا هنا، لا احنا شعب يحب الفرفشه، انت عارف يعني الدنيا تحب العزوه يعني. يعني واخدين من هنا الحلو ومن هنا الحلو. مش في دماغي اصلا السفر لامريكا. انا عمري ما كان في دماغي السفر اصلا. بس المصريين حاجه، المصريين لو اشتغل بجد هو ما حدش بيعرف يحل عليه. امريكا يا جدعان مش جنه ومش نار برضه، عشان نكون منطقي برضه. الناس اللي عايزه تبقى وسط اصحابها ووسط اهلها ووسط قرايبها وانزل القهوه بالليل والكلام ده عمره ما هيرتاح في امريكا. اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده من برنامج غريب وقريب. النهارده معانا تجربه في الجزء الثاني بقى خالص من الكره الارضيه. عنوان الحلقه دي النهارده انا شايف ان هو يبقى اسمه تايه في امريكا. معانا ومعاكم ياسر ممدوح. يا هلا ياسر، اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد بار لله. الدنيا ايه؟ كله زي الفل الحمد لله. ايه يا عم انت سايب هناك الاخضر وجاي هنا انت بتعمل ايه؟ ما هو مشكله الاخضر دي هي اللي عامله هو ده اللي جاب لنا الفقر. بالظبط. احكي لي بقى ايه ده، احكي لنا ايه دي؟ لا هو بدات ازاي وانت سافرت امتى؟ رجعت امتى؟ ايه سبب رجوعك؟ قول كده، ابدا احكي. لا هو انا معايا جنسيه، انا اتولدت هناك تمام. قعدت بس 5 اتكلم سنين. بالراحه بقى عشان خاطر معاك جنسيه. ايوه واخد بالي. قعدت 5 سنين هناك بس في طفولتي، وبعد كده لو لقيت صوتي عالي بس وانا بتكلم مع حاجه قول لي وطي صوتك. اتفضل لحظه واحده ما ينفعش تقعد كده يا بنت، انت منديل ولا حاجه؟ هاتي حاجه. انت بتقول قعدت 6 سنين؟ 5 سنين. اوكي. بعد كده جيت هنا مصر سنه 2000. اوكي. انت كده تعتبر يعني ما كنتش واعي قوي هناك على بالظبط. اوكي. اللي هو لسه بتكلم على الهادي يعني. بس ورجعت هناك تاني بقى على 2020. بس انا رجعت كل حاجه قفلت، رحت خربت البلد. جت الكورونا بقى. انت اصلا انت رجعت قبل الكورونا ولا بعد الكورونا؟ ده 2020 في الكورونا. في اول 2020 شهر 3 2020 الدنيا كل حاجه قفلت. منور الصوره والله. شكرا حبيبي، كلك ذوق. ربنا يخليك. بس قعدت هناك 6 شهور او حاجه. بس طبعا انت ما ينفعش تحكم على اي حاجه في الفتره دي، لان العالم كله كان مقفول وكل حاجه متدمره. فانت لكن انت كده خدت كل فترات التعليم في مصر من اول حضانه او ابتدائي لغايه الجامعه. انت اصلا خريج ايه؟ تطبيقيه، قسم اعلام. اوكي. يعني زميل يعني. يا باشا شرف لينا. وبعد ما اتخرجت سافرت على طول امريكا ولا قعدت في مصر شويه؟ انا قعدت سنتين. ماشي. انا اتخرجت 2018. حلو. قعدت سنتين وبعد كده قلت اشوف بقى الدنيا بقى، اجرب. مع الناس شايفه ان انت معاك الجنسيه الامريكيه دي فيتشر عالي، فتعالى نروح نجرب. بس مش فيتشر عالي؟ ما عرفناش نجرب. ما بقولك بقى كورونا جت. لا انت من 2018 ل 2020 السنتين دول انت اشتغلت عادي جدا. انا كنت بشتغل شغال في مجالك وكل عادي جدا. بس انت طول الفتره دي انت كنت عايز تسافر ولا ما كانش في دماغك؟ لا ما كانش في دماغي. طب ايه اللي حصل؟ ايه اللي اتغير حصل دروب كده في مكان كنت شغال فيه فسبت المكان. فاللي هو كان قدامي فرصه اللي هو يبدا ادور على شغل تاني، يا اجرب اشوف السفر يعني. قلت ما كده لو ما عنديش التزامات ما عنديش اي حاجه فاجرب اسافر. طب وانت ازاي، معلش برضو يعني هخش في تفاصيل حياتك ده شويه. اتفضل. انت ازاي معاك الجنسيه؟ تمام. انا دايما بشوف ان الجنسيه الامريكيه دي هو الحلم عند الناس كتير، عند شباب الشرق الاوسط كله. تمام. انت ازاي معاك الجنسيه وان انت اول ما اتخرجت انت ما فكرتش ان انت تسافر تروح لا انا عايز اشتغل اول سنتين هنا مثلا او اول 3 سنين، او انت اصلا كنت عارف ان هم يبقوا سنتين؟ انا عايز ابدا كاريري المهني هنا في مصر واشوف الدنيا هتوديني لفين، وبعد كده زي ما تيجي. انا مش في دماغي اصلا السفر لامريكا. انا عمري ما كان في دماغي السفر اصلا. انا عارف انها فيتشر كبيره جدا وكل الناس بالنسبه لها امريكا طبعا يعني. بس لا ما حسيتش ان انا كنت مستقر هنا جدا في كل حاجه. انا كنت شغال من وانا بدرس وحابب مجالي وحابب كل حاجه وعايش وسط اهلي. فاللي هو ايه اللي هيخليني اسافر؟ ايه اللي يخليني؟ انا والدي هو اللي على طول في امريكا وبينزل اجازات. فاللي هو طب انا ايه اللي يخليني اخد الريسك وان انا ارجع اعيش اروح هناك اعيش لوحدي ويبقى الموضوع. وخصوصا كمان بقى ان هناك هي مش هقول لك دوله عربيه سعوديه او امارات حاجه شويه كالتشر قريبه منك يعني اليمين والشمال. يعني فاللي هو وانا ما كنتش جريء بالقدر الكافي ان انا اقدر اخد الخطوه دي. انت كنت قاعد فين اصلا لما سافرت بقى؟ رحت فين في امريكا؟ في نيوجيرسي. نيوجيرسي. طب اقرب حاجه من ناحيتنا يعني شويه. طب وهل الوالد كان لسه موجود هناك ولا؟ فانت انت اوريدي رحت على نفس المكان اللي انا رحت واخويا كان هناك اوريدي. انا اخويا راح قبلي بسنتين يعني. انا طب معلش سؤال كده بقى، انت قبل ما تسافر اكيد سالت اخوك؟ هل اخوك قال لك؟ خالص. ما سالتوش اصلا؟ انا احب اقول لك ان انا حجزت التذكره. في مشكله في العلاقه بينك وبينه؟ لا خالص والله. ده حبيبي عبد الله. بالظبط. هو انا بهزر معاك عادي. اكيد فاهم. ما تزعلش مني.
لا انا حوار السفر ده كان قرار 24 ساعه. انت بتاخد قرار سريع شكلك لا، كده هو يعني. انا والدي هيسافر بعد بكره. طب ما انا اسافر بكره واسبقه. لا فانت فهو سافرت يسافر معاه. فيسافر معايا. لا اه فهيسافر معايا يلا. ما انت معاك الباسبور فخلاص حضرت الشنطه بالظبط. وتوكلت فالموضوع على الله. سهل عليه يعني. تذكره شكرا. اوكي. فانت ما كانش في اي حاجه بتقول لك او حد بينصحك او اي حاجه، انت بس مجرد خدت القرار على طول؟ هو كان في النصايح العامه اللي هو يا ابني ما تروح تبص تشوف الدنيا هناك. هو مفيش حد هناك هيقول لك غير كده طبعا، الناس كلها هتقول لك انت قاعد بتعمل ايه هنا. ما هو بص الموضوع مش بالسهوله اللي الناس فاكراها. امريكا يا جدعان مش جنه ومش نار مش برضه عشان نكون منطقي برضه. حلوه الجمله دي يعني بجد والله. لا فعلا هي لا دي ولا دي صح. بالظبط. فاللي هو وخد بالك 2020 انا عندي 25 سنه. فاللي هو انت لسه ما اللي هو مثلا بتبدأ. مش مثلا بقى عندك حاجه و30 سنه، فاللي هو انت لسه ما قررتش حاجه. لا انا لسه عندي 25 سنه، عايز اقعد عايز اسافر. بس هي الفتره اللي انا سافرت فيها ما كانتش احسن حاجه. طب انت فترة لما كورونا. سافرت بقى مان عملت ايه بقى؟ الدنيا هناك ايه لما دخلت لا، طبعا في فترة كورونا؟ انت كورونا داخل طبعاً جوه مفيش حاجة. الخلاط انت مش يعني، عارف انت حاجة. ما فيش يعني انت قعدت في البيت ما اشتغلتش في الاول فتره؟ انا اشتغلت كده اسبوع في براند ما كده بتاع قهوه. اشتغلت مش ماركتنج طبعا؟ لا خالص مش مفيش حاجه شغاله. مش هو اللي كان شغال بس في امريكا في الفتره دي كانت حاجات معينه. كحول يعني. لا ولا اي كلام كلام. كحول والوايبس. ايوه اللي هي الادوات. لا هو كمان مش كحول. انت كان في اجراءات اكبر من الكحول. احنا هنا في مصر الكحول ده كان اللي ده هو كنا علانه. ننزل ناكل من هو محلات ده أعلى الكبده حاجة ونرش بالنسبة لك. كحول بعديها عادي. ده الكحول هناك ده أمان. اقل وسيله امان بالنسبه لك. انت لازم تبقى لابس ايه وعامل ايه واللبس اللي بتلبسه ده تخش البيت تعمل ايه واجراءات وقائيه. فانت قعدت اسبوع اشتغلت في براند قهوه وكده. ماشي. وبعد كده ايه اللي حصل؟ ده براند قهوه دي انت يعني ما فيش بقى لا شهاده ولا بتاع، احنا يا باشا على الله يعني. انا اشتغلت بالصدفه حرفيا. هي الشخص اللي اشتغلت معاه ده كان جارنا في الكومبلكس اللي قاعدين فيه ومصري. اوكي. فبالصدفه كده ايه ده احنا محتاجين ناس والناس خايفه تشتغل. خايف عشان الاحتكاك في الناس في الكورونا. فدي كانت فرصه بالنسبه لك ان يلا بينا. بس طب وانت قعدت اسبوع بس ليه؟ يعني ما كملتش ليه؟ انا اشتغلت طبعا. انت عايز بص، هو اول 3 ايام كانوا بالنسبه لي مأساة. اللي هو انت سينيور في مجالك وفجاه انت قاعد بتخلص الشيفت وتمسح الارض بقى. متخيل طبعا. فاللي هو انت ايه اللي هو انت سامع جنبك اللي هو والله يا زمن مكتوب بالظبط. علينا. حد واحد قبلك جاي يشوط لك. وايه اللي عملت في نفسي دوت والكلام ده. بعد كده قلت خلاص يعني انت في الموقف هتبدا ترجع ورا. مفيش رجوع ورا خلاص. صحيح. فاللي هو انت اشتغلت بقى خلاص. فركزت في شغلي وبتاع. فكان مدير الفرع هندي. هوبا شافني شغال. فهو كان الفرع بيشتغل اللي هو عدد ساعات معينه كده اللي هو البيك وشكرا. شاف بقى ان في حد شغال قال لك بقول لك ايه انا همد 6 ساعات كمان وانت اللي هتمسكهم. لا ده هناك بقى. فقلت لاخويا وابويا قالوا لي لا طالما حد هندي عمل معاك كده هيسفلت وشك بالارض. ماشي. عشان هم يعني في حته ريسس شويه. لا خالص هم عاملين شغل. فانت شايف واحد بيشتغل جامد تعالى يا عم افحصه معايا. اوكي صح. فهو قال لك لا هتشتغل معاه بالمنظر ده هيدوس على وشك. ماشي. فبلاش. طب بعد فتره الكورونا بقى يعني هي الكرايسيس دي خلصت عندكم في امريكا امتى مثلا؟ في بدايه 21؟ لا انا شهر 8 اول ما المطارات فتحت انا رجعت مصر اصلا. رجعت مصر. قعدت هنا قد ايه؟ طب معلش قبل اللقطه ديت انت كده اشتغلت في المكان ده اسبوع واشتغلت في اماكن تانية ولا؟ لا هو كده قاعد مع الحاج بقى خلاص. ما فيش شغل. هو كده ما كانش فيه شغل. فاهم ما فيش حد بيفتح اي هايرنج او اي حاجه لان فانت كنت خلاص قررت ان انت اول ما الدنيا هتفتح هتروح نازل. بالظبط. وهو اللي كان شغال بس اللي هو محلات الاكل والشرب السوبر ماركتس الكلام ده. لكن حاجات سبلايز صح. لكن غير كده ما فيش اي حاجه خلاص. رجعت بقى مان شهر 8 2020. قلت بقى ايه اشوف الدنيا هنا في مصر ماشيه ازاي. اوكي. اكيد في حاجه اتغيرت ولا حاجه اتغيرت. لا ما انت معلم انت ما هو الدنيا كلها قافله. لا بالعكس. لا في مصر ما كانتش قافله. ما كانتش قافله زي هناك يعني. بس أنا مقارنه بامريكا طبعا ما كانتش قافله. بس يعني برضو الدنيا كلها وقت الكورونا ده الدنيا كلها مقفله يعني. بس لا مش بالنسبه لامريكا. ما فيش مقارنه. ده لا قهاوي ومولات. لا احنا هنا احنا شعب يحب الفرفشه انت عارف يعني الدنيا تحب العزوه يعني. طيب رجعت تاني امريكا امتى؟ ورجعت ليه؟ يعني انا رحت اجازه. انا كنت بقى بعد كده اهلي كلهم بقوا في امريكا وانا بقيت عايشين لوحدي. انت لا في مشكله مع اهلك انا بقول لك من اول حلقه. لا حمزه اتاكد ده ابوك بقى عشان هو كده كرهك بجد. لا خالص في حاجه غلط. بس انت لما عشت هنا لوحدك كنت اشتغلت ولا لا شغال. انا بعمل كل حاجه. اشتغلت. قعدت قد ايه بقى؟ لوحدي 2.5 سنين. تمام. طب ايه اللي خلاك بقى عايز ترجع تاني ولا قلت لا التجربه الاولانيه ما كانتش احسن حاجه وعايز اعيد تجربه على نضيف زي ما بيقولوا كده؟ انا كنت كل سنه اقعد شهر كده زياره اروح مع امريكا وارجع.
حلو. بعد كده انا خطبت وقلت خلاص انا همشي دنيتي هنا لحد ما اجي اتجوز ونشوف الدنيا تمشي ازاي. ماشي. حصل معايا دروب كده، فاللي هو لا انت لازم كان تطلع كارت الجوكر بقى معاك، خلاص بقى انت لازم تطلع على امريكا. فقررت في اول 24 ان انا خلاص لا مش هينفع اقعد هنا الفتره دي. خلي بالك ان الوقت اللي انت اللي ياسر خد القرار فيه ده هو يعتبر يعني اعنف وقت بالنسبه لمصر من بعد الكورونا. يعني هو اعتقد ان الوقت ده الدولار كان وصل فيه لحوالي 51 جنيه او 52 لا هو جنيه. انا راكب الطياره الدولار 30 وصلت امريكا الدولار 50. ما شاء الله. انت السبب. انا خدت الفرق معايا، انا خدت العوامه. انت اللي ركبك الطياره. كام وصلت في اول 24؟ انت لما سافرت كنت متجوز صح كده؟ لا خاطب كنت لسه خاطب. ماشي تمام. بس فاللي هو سافرت بقى 24 بقى انت الاكسبوجر مختلف. انت رايح المره دي بقى لا بدايه بقى. انا اشتغلت في مصر 2.5 سنين. لا انا رايح 2.5 سنين وقبلهم سنتين، يعني بتتكلم في 4 سنين خلاص. انا شغال من 2016. بص يعني اصل كلنا بنشتغل في الوقت بتاع الجامعه دوت. لا شغال في مجالي ايفن ذو يعني انت بتبقى شغال ماشي في المجال بتاعك وكل حاجه، بس الناس بتبتدي تعد سنين خبرتك. يعني الناس بتبتدي تحاسبك من بعد ما لا تتخرج. خالص، بس لا مش في مجالنا. ما اعرفش ممكن يعني ده في مجالنا لا يعني. انت طالما انت خبره اصل هي حاجه تكنيكال بحت. اوكي. فانت خلاص عرفت تعملها خلاص انت بتحاسب. فانت شغال من 2016 وانت بتشتغل، فمش هيقول لك انت متخرج سنه كام، صح. لان مجالنا في ناس بتشتغل فيها هي اصلا مش خارجين مش تبع المجال اصلا، مش خارجين المجال ده. صح. فبس انت خلاص انت خبره خلاص. طب سافرت بقى المفروض خلاص انت رايح بقى يا باشا معاك الجنسيه ومعاك خبره، انت داخل تشتغل في ولا اي حاجه في الدنيا يعني اللي هو بابا جالكوا ايديكوا فوق بقى يعني. خلاص انا داخل. انا اول ما رحت اصلا اللي هو خلاص انت بتبدا تخلص ورقك اللي هناك، اللي هو رخصه لو عايز تطلع رخصه بتاع، لان هناك الرخصه اهم من اي في اختبارات اللي هي بتاعت الحواجز والحاجات. احنا مش في كاليفورنيا هنا، خليهم يتعودوا على الشوارع بس خلاص. خليه بقى يرجع بضهره زي ما طلع كده زي الفل. طيب الشغل بقى ايه يعني؟ أنا خلاص انا زي ما سافرت بقول لك انت مسافر بقى خلاص المفروض يعني رايح انا اول خبره يعني. قلت ايه رمضان، فتره رمضان يظبط ورقي وشكرا. حلو. جت رمضان خلصنا يا عم وخلصنا رمضان وكان لك لا كحك وعمل لك خالص بالعكس، انا حصل لي مشكله في ظهري وعملت عمليه اصلا. وهناك الحاجات في امريكا اي حاجه ميديكال ما عندكش تامين، وانت ما عندكش تامين هتبقى الموضوع صعب. وانت ما عملتش ما كانش عندك ما عنديش اي حاجه. بس كان ساعتها الموضوع كان خطر فاضطر لازم تعمله. فالدكتور يعني هناك في امريكا في حاجه كده اللي هو ايه، لو في حاله خطر في جمعيات بتبقى متخصصه ان هو هيكفر لك الموضوع ده لو الحاجه خطر يعني. تمام. فانا عشان كان ظهري وكانت حاجه ورم وبتاع ومش عارف ايه، فقال لك لا يلا اتفضل. فقت من القصه دي امتى؟ انا فوق يعني على سلامتك بس. الله يسلمك. محتاج اي حاجه؟ ربنا يخليك. موجود والله العظيم. الموضوع كله حصل. انا عارف ان احنا مقصرين شويه في لا بس الدنيا يعني ماشيه زي الفل الحمد لله. بص الموضوع من ساعه ما رحت امريكا لحد اول يوم شغل قعد مثلا 50 يوم بالعمليه بكل. ماشي. فانا نزلت الشغل وانا في جرح في ظهري، والجرح كمان ملمش وفتح وكان مصيبه، بس انت خلاص. طب انت اشتغلت بقى في مجالك ولا لا؟ لا خالص اشتغلت كاشير. ما لقيتش يعني دورت وما لقيتش؟ دورت وعملت هو 2 انترفيوز اللي عملتهم اوكي في الفتره دي كل سنه ونص اللي انا قعدتهم دول. وبجد الموضوع يعني مجال الماركتنج مش زي عندنا هنا في مصر. انت عندك هنا في مصر في شركات تحت السلم، شركات فوق السلم، شركات في اختلاف في الدرجات، مش عارف شركات في السما هناك. لا يا تحت السلم يا فوق. مفيش اللي في النص. اللي تحت السلم مش هيجيبك عشان انت بالنسبه له اوفر كواليفايد، وده اللي حصل معايا في انترفيو. هي قالتها لي يعني، هي عماله تقول لي ثمن الساعه هيبقى قليل، قلت لها مش مهم احنا هنشتغل 3 مش مهم انا موافق. فلما لقيت ان انا انا ماسك في الفرصه قالت لي بص من الاخر انت اوفر كواليفايد وانا مش هقدر اشغل حد اوفر كواليفايد. ماشي. هم عندهم هناك يخاف ان انت تمشي وتسيبه فجاه. اوكي. يخاف أيوة. ان انت تبدا تعدل على الاعلى منك. منطقه يقوم سايبه ماشي. او تعدل على الاعلى منك. مفيش حاجه الكلام ده في امريكا. ايوه فاهمني؟ لو انا هعدل على الاعلى مني عشان انا خبره اكتر منه، طب انت ايه اللي حطك هنا؟ صح. منطقي. بس فاللي هو لا طبعا عايز اي شغل بقى، انا مش هفضل قاعد. اشتغلت كاشير. وانا الانجليش بتاعي ما كانش احسن حاجه. اوكي. وانت بقى ايه؟ انت المفروض اصلا بتتعامل مع الناس. انا المحل. انا اللي هو نظام الراجل عايز قهوه اديله انت فاهم حاجه ثانيه. خد سحبه ده بقى مصر الدنيا برد. خد مخير. انا كنت كاشير في كونفينينس ستور حاجه. اوكي. يعني عارف هنا في مصر بتبقى بنزينه وجواها ماركت زي اوندران كده. اعلان بقى نقص. في امريكا معظم الحاجات دي بتبقى البنزينه والماركت واحد، هم نفس الشركه. ايوه فاهمني؟ بس بقى بيبقى ماركت اكبر من هنا في مصر. يعني هنا في مصر ايه،
حاجه ساعه، حاجة سريعة كده. قهوه بتاع، ولو سندوتش هيبقى محطوط على في هي ثلاجه. الحاجات لا اللي هناك الموضوع انت بتعمل الساندوتش بتاعك اللي انت عايزه، او البيتزا اللي انت عايزها، كل حاجه. اوكي. فهو اكبر من ان هو يبقى. وانت كنت الكاشير مسؤول عن الكلام ده؟ بس فضلت يعني. لا بس المكان كان كبير، فاللي هو لا، في أنا ناس قصدي- واقفه في حته وانت في حته، وفي ناس بتعمل كذا وانت بتعمل كذا. حته ان انت بينك وبين نفسك اللي هو يعني انا قاعد يا عم مفقود كل ده في مصر وبتاع، وجاي في الاخر هنا عشان خاطر، ولا انت كان في دماغك في انا تارجت معين انا جاي هنا عشان خاطر اخد الحاجه ديت والسلام عليكم مش عايز حاجه تاني؟ اما اللي هو خلاص انت طالما ركبت الطياره والطياره اتحركت، انت مش هينفع تندم، مش هينفع تقعد تقول الا انا خلاص. انت خلاص خدت القرار. انا قتيل هنا يا باشا. اللي هو مثلا انت مش مثلا رايح اسكندريه فهتنزل في النص تعدي الناحيه الثانيه تركب الميكروباص اللي راجع. صح. لا انت ركبت الطياره خلاص. طيب انت كنت بتقول بقى ان عشان كان عندك مشكله في اللغه، او يعني الانجليش ما كانش احسن حاجه، فاكيد بقى في مواقف حصلت او في مشاكل كتير. حصلت او كتير. اه مش مشاكل. بص هي امريكا عشان فيها جنسيات كتير جدا، فوارد اللي تتكلم معاه ده ما يبقاش عارف انجليزي، اوكي. او الاكسنت مثلا مختلفه شويه فانت مش قادر كمان تفهم. لا ممكن يبقى اللي قدامك ما يعرفش انجليزي نهائي. ماشي يعني مثلا اللغه الثانيه في امريكا اسباني، ماشي. ده حقيقي. ممكن يجي لك واحد هو اسباني لا بالذات الناحيه اللي انت كنت قاعد فيها ناحيه آه. نيوجيرسي ونيويورك والحتت دي، بالظبط. اللغه الثانيه فعلا الاسباني صح. بالظبط. فاللي هو ايه، هو بيتكلم اسباني وانت بتتكلم انجليزي مكسر، فانتوا هتتقابلوا في شبرا. لا بالظبط. يعني هتاكلوا بعض بالاقلام ومحدش ياكل حاجه هو عايزها. انا في مره واحد جالي هو مش عارف هو عايز ايه بالظبط، هو عايز حاجه بس هو عايز حاجه. فاللي هو انا ممنوع ان انا اطلع الموبايل وانا واقف مع اي حد، ولا وانا واقف اصلا شغال ما ينفعش ماشي. اطلع الموبايل. فقلت له يعني معاك موبايل، فهو مش فاهمني برضه، فاللي هو انا افتكرك خلاص، بتثبته. لا اللي هو خلاص معاك بقى. موبايل وانت برضه خلي بالك فاللي هو يعني انا هكلمه، اللهم بارك خلاص انا مش اسف. هكلمه إيه؟ انت لو قلت معاك موبايل همشي. ده في ايه؟ اخلع ياض. ما انا خالع. اخلع على شقك. طب قعدت قد ايه بقى في القصه بتاعت الكاشير ديت؟ انا قعدت سنه وشويه، مش فاكر سنه وحاجه يعني قبل ما اجي على طول. الحياه بقى في امريكا نفسها، حته ان انت عايش لوحدك في بلد. لا انا مش عايش لوحدي، عايش عايش مع أهلك. اهلك بعيد عن خطيبتك. انا قصدي لوحدك دي يعني من غير الطرف الثاني المؤبد يعني ان شاء الله. ف اللي انت تبقى عايش فرق التوقيت، اعتقد ان نيويورك تقريبا 7 ساعات. 7 ساعات. فانت 7 ساعات انت بتتكلم في حياه غير الحياه. هم احنا عايشين لا في كوكب خالص، وانتوا عايشين كان في حظي كوكب. حلو ان انا كان شغلي بشتغل شيفت بالليل من 10 بالليل ل 6 فانت الصبح. عندنا ده الصبح. فانا هنا الصبح، فانا مظبط عشان انت دنيتي مروق خلاص. انت قاصد. لا ده بالصدفه. اصل ده اكتر شيفت الناس ما بتحبش تشتغله. عشان خاطر وقت أصل النوم. الدنيا اتقلبت. صح. فاهمني؟ انا بالنسبه لي انا حياتي مقلوبه فانت أصلاً. كده اصلا بتزنك بس تمام. خلي بالك ده وقت الفضفضه يعني، ده وقت بقى اللي هو ايه، اللي هو الناس اللي بتخش لك يا نهار اسود، صح؟ يا نهار اسود بس ها؟ فضفضه بس وقصص. ده مصايب عادي جدا. عايز تقول واحده بس لا انت معاك في جنسيه، احنا معناش في جنسيه. حاجات ما ينفعش تتقال. في حاجات ما ينفعش تتقال، وفي حاجات لا عادي. انت ممكن يخش لك واحد، يعني مثلا انا دخل لي واحد الساعه 3 فدخل لي هو اسود عادي جدا ولابس يونيفورم بتاع هيئه المواصلات. اوكي ماشي. فداخل عمال يتكلم، فبيقول لي انت ليه مش بتبتسم؟ فانا اللي هو يعني ايه السؤال ده؟ يا عم انت بتديني فلوس وانا هديك الباقي وتفضل مع السلامه، ابتسم ايه؟ انت هتصاحبني يا جدع. فبقول له حسابك كذا. قال لي ايوه انت ليه مش بتبتسم؟ لا بس ده طب ما عايز- تبتسم ده- طيب. قلت له ما انا مبتسم، اعمل اكتر. ما هي النقطه ان انا مبتسم. انا اصلا هو عايز يقع على الارض. انا مديريني كانوا دايما بيقولوا لي انا مديريني كانوا دايما بيقولوا لي احنا بنتمنى يبقى عندنا نفس الابتسامه بتاعتك دي. ايوه انت وشك بشوش ما شاء فعلا الله. دي حقيقة. لا اصل انا ببتسم في وش الناس، اصل خلاص يعني انت هتعمل شغلك اعمله صح. لا وانت باين عليك والله ما شاء الله وشك بشوش ما شاء الله. الله يخليك والله. بشكرك اهو حبيبي على راسي. انت هددتني واحنا داخلين الحلقه فبشكرك. فالمهم قلت له فمبتسم، قلت له ابتسم تاني ومفيش مشكله بتاع. قال لي انت بتقول شكرا ليه؟ ساعتها بقى قلت ده واحد جاي ده هو تعبان شكل. جاي بالظبط. فتجاهلت كلامه، فعمال يكرر السؤال فانا ما ردتش. فانا بديله الباقي بتاعه، فبقول له التشينج بتاعك اهو، هاف ا جود داي وثانك يو، عشان يسكت. فهو ماشي حاطط موبايله في جيبه، فالموبايل منور، فبقول له خد بالك موبايلك منور. بكل هدوء قال لي ما هو انا بشغل فلاش الموبايل عشان اشوف الناس اللي زيك. فانا ما اعرفش ثقافه الامريكان، انا ما اعرفش الكلمه دي معناها ايه. واليوم عدى فرايح اخويا بقى له 8 سنين في امريكا، فبقول له والله حصل حاجه كده. قال لي يا نهار اسود، هو انت ازاي ما وقفتوش وكلمت البوليس؟ دي معناها ايه بقى دي؟ ده اللي هو انت من كتر ما انت اسود عنصريه من الاخر. اوكي بس
ايه حكايه دي؟ طب ورجعت امتى بقى يا ياسر؟ انا رجعت شهر 5 اللي فات طب رجعت امتى؟ طب وليه اصلا يعني عشان انت الجواز. انا مسافر عشان خاطر اتجوز. يعني انت كنت متارجت ان هي فتره وبعد كده هترجع تاني مصر؟ فتره مش فتره، لا يعني هي مش فتره اللي هو هجيب فلوس وارجع. لا هي فتره تقييم. ماشي. اشوف الدنيا هناك عامله ازاي. قدرت اشتغل في مجالي. والتقييم اللهم بارك يعني والتقييم كده كاشير ما واحد وبنزينة. بيخش يقول لك انا مش شايفك من كاشير الفلاش. وبنزينه ودليفري وحاجات حلوه كده. طب وانت عارف؟ معلش يا ياسر، انا اسف يعني، انا مش قصدي حاجه والله خالص يا جماعه، الناس اللي بتتفرج على الحلقه دي بالذات الشخص اللي انا هسال عليه السؤال ده، يعني انت سبت كل الدنيا وجاي تتجوز برضه من مصر هنا؟ يا باشا احسن بنات بلدك. هعيد السؤال تاني. احسن بنات بلدك ده هقولها لك تاني. اشمعنى طيب؟ لا هو هنا برضو عندك النزعه الدينيه بتخلي في حاجات كتير قوي انت قادر تتحكم فيها. هناك لا. هناك انت ما تعرفش الشخص ده ايه اللي كان قبل كده وايه اللي ممكن يحصل بعد كده. الدنيا مش مشكوك فيها. ولو فكرت اصلا. طب المصريه اللي هناك ما هو دي مصيبه تانية. ليه يعني دي اسوأ لان هم عاملين ميرج ما بين الثقافه الامريكيه والمصريه. فتيجي تقول لك انا واخدين عايز الحلو عيله وذهب. بس احنا عايشين في امريكا فالراجل ما هو اللي بندفعش بيجيب حاجة. البيت هات امك. احنا مهر ما بندفعش، شبكه ما بنجيبش، الفاتحه مش حافظينها. بالظبط. وتلاقي برضو مؤاخذه. لا وتلاقي برضو هو يعني واخدين من هنا الحلو ومن هنا الحلو. لما رجعت هنا بقى مان، انت كده بقى لك 4 أو 5 شهور دلوقتي كده، 5 بالظبط. شهور. فانت دلوقتي حاليا شغال صح كده؟ اتجوزت خلاص بس اهم حاجه الحمد لله. هاي المدام بقى هنا في الكاميرا بتاعتك. بحبك يا شيماء. بحبك يا شيماء. لا انا بحبك يا شيماء في المايك. وانا برضه هاخد ماشي. سؤال محمود، انت شايف ان اللي هيطلعك قدام هنا ولا هناك؟ يعني انت لو لقيت فرصه النهارده في مجالك بتاع الماركتينج، انا هطلع اشتغل نفس المجال بتاعي بره، هتقعد هنا ولا هتطلع تروح هطلع بره؟ هناك طبعا اصلا ايا كانت الدوله. ايا كان. يعني انت مش متارجت مثلا أمريكا أو لا، امريكا، انت متارجت اي دوله. اي دوله هحس فيها ان انا قادر اطور من نفسي. حتى ومصر من ضمن يعني يعني طبعا فانت اي مكان. والله يا ناس كتير بتقول لي اصلا ان يعني في كل المجالات والله ان احنا عندنا يعني في السوق يعني في حاجه، في ناس جامده جدا يعني أيوة. في يعني نطلع بره نحط على اي حد من الاخر يعني والله. بص ميزه المصريين حاجه، المصريين لو اشتغل بجد هو ما حدش بيعرف يعلي عليه. بس انت طالما قررت انك عايز تشتغل بما يرضي الله خلاص هتبقى مميز جدا. لا وعايز اقول لك الحته دي كمان ممكن تكون جزء من يعني او سبب من الاسباب اللي ياسر ما لقاش بسببها شغل في امريكا في مجالك. ان امريكا بالذات، امريكا وكندا الهنود زادوا فيها بشكل غير طبيعي. وبقى عندهم كفاءات وبيحرقوا سعر يعني ما كل ده يعني ده وده في الامارات برضو موجود بس في يعني في كندا وكندا وامريكا موجود جدا. وبرضو اكد لي انا لا ده يعني حقيقي. هتلاقيك انت طالب مثلا 10 هو يا باشا ب5 ويشتغل قدك مره ونص. بالظبط. والتنافسيه هناك عاليه. لان هي امريكا دوله مهاجر صح. فانت لو كاتب انا عايز تايتل معين هتلاقي 100,000 هتلاقي في 7000 جنسيه ب 7000. فالكومبيتيشن عنيفه جدا. فاهمني. ايوه غير كده المجال بتاعنا برضو ما كانش يعني اكتف قوي في نيوجيرسي. اوكي. هو كام ولايه بس اللي ليهم علاقه بمجال الماركتنج والاعلانات. ده لو عايز تشتغل في شركه محترمه. ايوه. في طبعا مطابع، في شركات مش عارف ايه، بس انت مش هتعرف تكبر في مطبعه ولا في شركه تحت السلم. او مش الموضوع مش مادي فقط. خصوصا ان انا كنت رايح فعلا عشان خاطر الحق اكون نفسي قبل الجواز. بس انت لو عايز تستقر هناك في مثلا شغلانات انت عمرك ما تعرف تعيش بيها هناك. يعني الشغلانه اللي كنت شغالها دي انا ما اعرفش اعيش بيها. دخلك دخل تعيش بيها كعيله مش كفرد ولا فرد يا راجل. اصل انت الايجارات والتامينات والقصص بالظبط. ايجار انت اكيد هتاجر. هو اعتقد كده اللي ساعدك شويه ان انت كنت قاعد مع اهلك فما كانش في مشكله الصرف بالزبط. الكتير في فاهم ده قصدي. حقيقي. انا كده اتاكدت ان ما كانش في مشاكل بينك وبين العيله خلاص. الحمد لله. كده امورك طيبه. فانت هناك يعني زي ما كنت بقول لك من شويه امريكا مش جنه ولا نار. صح. يعني الناس شايفه ان امريكا انت بتقبض بالدولار. طب ماشي انا بصرف الدولار يا باشا. صح. ايه الحق ما انا باخد الدولار بصرفه. ما تصرفوش جنيه. يعني ابسط مثال انا لو جيت قلت لك مثلا انت هو دلوقتي انت رايح امريكا سياحه. قلت لك انت هتشتري ازازه حاجه ساعه ب $3 هتقول لي ايه؟ كتير جدا طبعا مقارنه باللي في مصر. 150 جنيه. كتير جدا. $3 هناك بالنسبه له ايه؟ $3 ولا حاجه. هم $3. هو $3 دول بالنسبه له زي يعني بتتكلم في 10% او 15% من ساعته في اليوم في الشغل. ايوه. ولا حاجه.
يعني هو لو بيشتغل يا سيدي بيشتغل بالمينيمم ويج اللي هو $15. $3 هي كام من 15؟ هي خمس. ايوه ولا حاجه يعني شغل 12 دقيقه بالنسبه له مش حاجه، بس انت بالنسبه لك ده ممكن يكون شغل يوم. صحيح 50 جنيه. صح فاهمني؟ فانت زي ما بتاخد بالدولار انت بتصرف بالدولار، بالدولار. فبالتالي الموضوع مش مقارنه سطحيه زي ما بيقولوا كده، لازم تقارنها وغير كده في حاجات انت بتدفعها هناك انت ما تدفعهاش هنا في مصر. يعني مثلا انت جبت عربيه، انت لو اشتريت عربيه انت ايه اللي بتصرف عليه هنا في مصر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بس هي التراخيص ولو عايز تامن او مش بنزينك عايز تامن. والبنزين انت كل شهر لازم يبقى فيه تامين على العربيه. ولو الظابط مسكك والتامين خلصان شكرا هتاخد بوينتس، مخالفات ومحاكمه وبتاع. ما ينفعش. اهم حاجه بس يا رسول لما تسافر بقى بالله عليك ما تنساناش. ابني معاك. اهدى ادرس، اهدى مفيش راجل بيعيط. لا ادي معاك دلوقتي. افتكر القعده اللي انا اللي انت اجيب لك شوكولاته طيب ولا حبيبي يا رسول والله احنا مبسوطين جدا بالقعده معاك بجد. قبل ما نختم نطلب من ياسر كده، يعني انا زي ما قلت لك في الاول انت قلت جمله جميله قوي ان هي لا هي الجنه ولا هي النار. حته الهجره او السفر لامريكا دي حلم ناس كتير قوي 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 صحيح. قوي قوي. كان حلم ابويا الله يرحمه اصلا. يعني ده حاجه لسه والدتي قايلها لي قبل ما انزل بالبيت، هو كان حلمه ان هو ياخد الجنسيه. فانا عايزك تقول رساله للناس عن ان الدنيا مش ان انت لو خدت الجنسيه بالنسبه يعني انت من وجهه نظرك انت شايف مش هي الامل او مش هي الحاجه اللي ما تتسابش او هي الحاجه على حسب المنتاليتي بتاعتك. الناس اللي عايزه تبقى وسط اصحابها ووسط اهلها ووسط قرايبها وانزل القهوه بالليل والكلام ده عمره ما هيرتاح في امريكا. لكن لو انت واحد انت متارجت ان انت لازم تشتغل عشان تعمل نفسك كارير وتبقى هترتاح جدا في امريكا. هترتاح، بس ممكن كمان تبقى صعبه زي ما انت بتقول كده، الموضوع مش سهل. حاجه سهله. طالما خرجت من بلدك او من الكومفورت زون بتاعتك عمرك ما هترتاح. صح طبعا. انت عشان هتلاقي تحديات، ناس عايزه تعلي عليك، ناس عنصريه، ناس بتحاول انها تقلل منك. ده طبيعي. ما حدش بيروح في مكان كل الناس فيه ملائكه، ولا حد بيروح في مكان كل فيه شياطين. صحيح. وزي ما في ناس هتحترم ان انت يعني مثلا في امريكا يحترم جدا ان انت هتاخد بريك عشان تصلي. هنا في مصر مثلا ممكن واحد يقول لك لا ما في ميتنج. صح. يعني على النقيض بقى لو جيت تقول لحد انا عايز اصلي في امريكا وقال لك لا انت ممكن تسجنه. هنا مفيش الكلام ده برضه. صح. فاهمني؟ ففي نقط انت لازم قبل ما تسافر تدور عليها. تسال انت رايح عايز فلوس وصرمحه ومرقعه، انت هتروح في ده. عايز تركز في شغلك، عايز تركز هتنجح جدا. عايز بقى تقعد مع اهلك والكلام ده، خليك قاعد جنب اهلك. صح جدا. عمرك ما هترتاح لو رحت اي بلد تاني. صح جدا. حبيبي يا سور والله وشكرا ليك وانبسطت جدا والله. وانا كمان والله انبسطت قوي. قعده جميله واكيد ان شاء الله باذن الله يعني هتتكرر بقى بس ورا الكاميرات ان شاء الله باذن الله. باذن الله. حبيبي يا ياسر شكرا يا ياسر. شكرا شكرا. جدا.